فايش الأفران السريع. السنة اللي فاتت عملنا مع بعض الفايش الصعيدي. النهاردة خلونا نعمل الفايش السريع. يلا بينا نشوف هنعمل وصفة النهاردة ازاي. يلا بينا. في البولة هحط نص كوباية من السكر. المقادير دي مقادير كيلو من الدقيق. نص كوباية من السكر دي مظبوط جدا، ومعايا معلقتين كبار مليانين من اللبن البودر، وهحط كمان عليهم معلقة صغيرة مليانة من الكركم ومعلقة صغيرة مليانة من المحلب. هقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده هنزل كوباية من المية المغلية علشان تدوب لي السكر وكمان تمتزج كل المكونات. هقلبهم كويس جدا وهسيب الخليط ده لحد لما يبقى دافي، وبعد كده هبتدي ان انا احط عليه الخميرة. معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة. طيب بعد ما اضيف الخميرة، لو انتوا مش متأكدين من الخميرة بتاعتكم، فبعد ما اضيفها هبتدي ان انا اغطي البولة وهسيبها لحد لما تختمر. بس علشان انا عارفه ان الخميرة بتاعتي شغالة، فانا هكمل وهشتغل على طول. بعد ما دوبت الخميرة هحط نص كوباية من الزيت وهقلبهم كويس قوي مع بعض، وبعد كده هحط كيلو من الدقيق المنخول. الدقيق اللي انا استخدمته هنا هو دقيق الضحى. بعد ما هنزل الدقيق هحط معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وبعد كده هبتدي اعجن. وانا بعجن هيكون معايا كوب من الماء الدافي، هنزله تدريجيا لحد لما تتكون معايا العجينة. هي ما خدتش معايا اكتر من كوباية تاني، وطبعا كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. يعني كيلو دقيق هنا الضحى خد مني كوبايتين من المية. ريحة المحلب يا جماعة مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي بجد، عاملة قلبان. كده العجينة بقت شبه مظبوطة معايا. هتحسوا ان هي محتاجة شوية مية صغيرين، مش هحط مية لان انا هختم بقى بايه، بمعلقتين كبار من السمنة. ولو متاح السمنة البلدي هتبقى افضل وافضل. هعجنها كمان شوية حلوين، يعني 5 دقايق لحد لما تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين العجينة عاملة ازاي. هشكلها بقى كده على شكل كورة وهسيبها لحد لما تختمر. انا هسيبها ساعة مش اكتر من كده، وبعد كده هبتدي اشتغل فيها لان هسيبها تخمر تاني. طيب عايزة اوريكم شكل العجينة بعد ما خمرت معايا بقت عاملة ازاي. دي شكل العجينة. طبعا هي مش هتقبل فوق قوي، هي لا بتفرش شوية وبتبقى ايه، اقدر ان انا استخدمها واقدر ان انا افردها براحتي. الكيلو دي بقسمه على نصين، يعني بعمل 2 رول من الكيلو الدقيق. عايزه اقول لكم من اجمل المعجنات اللي بتحبوا تشتغلوا فيها كده وتحسوا قد ايه بالملمس الطري والناعم بتاعها، هو عجين الفايش، سواء كان الصعيدي او اللي هو السريع. لو اتفرجتوا على الفيديو بتاع الصعيدي فاحنا كنا بنجمع العجينه كده تجميع، انما هنا الوضع مختلف. انا بفرد العجينه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهبتدي ان انا الفها زي رول كاني بعمل سينابون. ولازم اتاكد ان انا قفلت الرول كويس جدا من الجوانب ومن الحروف ومن كل حاجه، علشان لما يجي يخمر ما يفتحش معايا، وطبعا هيبقى صعب ان انا احاول اقفله تاني بعد ما سيبته ان هو يخمر. ده شكل الرول قبل التخمير. هحطه في الصاج، ما بدهنش الصاج اي حاجه، هي فيها الماده الدهنيه طبعا اللي هي العجينه، فمش بدهن الصاج خالص. ببتدي ان انا ابططه بايدي بالشكل ده علشان يبقى متساوي، ميبقاش يعني مليان من جزء وجزء تاني، لا كده كده هو هيخمر وهينتفخ معايا. انا بحطه بقى في الفرن عشان يختمر ومش بغطيه، واسيبه يختمر براحته خالص. كده هو اختمر معايا، مش هيقب لفوق قوي زي ما بتشوفوه مثلا في بعض الفيديوهات، لان هما بيبقوا مكترين الخميرة. انا ما بحبش اكتر الخميرة في العجين علشان تطلع معايا مظبوطة وكمان طعمها حلو وكويس. فكده بالنسبة لي هو بقى اختمر وكويس جدا، ولما هيدخل الفرن هيختمر برضو اكتر من كده. هيدخل بقى فرن حامي على درجة 180 درجة. خلي بالكو اللي بالزيت ده بياخد لون بسرعة، فهو بياخد معايا 20 دقيقة واقل كمان من 20 دقيقة. طبعا في الرف الشبكة اللي في النص. بصوا كده اول لما ياخد لون من تحت ببتدي ان انا اقيد عليه الشواية. يعني بعد 15 دقيقة بنبتدي ان احنا نبص عليه، وطبعا بيبقى يكون على نار هادية. انا كنت بسوي في الصيف، وطبعا تسوية الصيف غير تسوية الشتاء. بسيبه بقى لحد لما يبرد خالص عشان اقدر اقطعه. السمك بتاع الفيش ده يرجع لكم، انتوا عايزينه سمكه تخين، عايزينه سمكه رفيع، زي ما انتوا حابين. انا الرول ده عملت السمك بتاعه سميك شوية، والرول التاني خليته رفيع.
طبعا الرول الكامل بحطه في صاج لوحده، علشان طبعا كل حجم بيبقى ليه تسوية غير التاني. بعد بقى لما بقطعه بحطه في الصاج وادخله الفرن على الهادي برضو في الرف الشبكة اللي في النص، والفرن طبعا بيكون حامي، وابتدي اتابعه من وقت للتاني. بياخد معايا مثلا من 10 دقايق لربع ساعة. اول لما ياخد لون من تحت ببتدي اقلبه على الناحية التانية. وبنخلي بالنا لما بيبتدي يسخن الفرن قوي ما بياخدش وقت وبيبتدي ان هو ياخد لون بسرعة، فخلي بالكم من النقطة دي. بعد كده بسيبه يبرد خالص خالص، يعني ليلة كاملة، وبعدين ببتدي ان انا احتفظ بيه في اي علبة محكمة. بس مهم جدا ان انا اسيبه ليلة كاملة عشان يبقى مقرمش معايا وما يبقاش طري، وممكن ان هو يبوظ ويعفن معايا بعد كده. بالنسبة بقى للون فانا بحب اطلعه لونه ذهبي زي ما انتوا شايفينه كده. حابين ان كنتوا تحمروه اكتر من كده زي ما انتوا حابين. وعايزه اقول لكم بقى ان هو طلع زي الفايش الصعيدي. يعني هي النية ان انا اعمل فايش الافران، بس طلع معايا زي الفايش الصعيدي. ليه بقى؟ لان كتر الخميرة هو اللي بتخليه هش جدا وبيتحمر بسرعة زي فايش الافران، انما انا حبيت اوصله للفايش الصعيدي. اوكي، تكون خلصت حلقة النهاردة، بتمنى انها تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.